ونادي الحرية نادي من نادي وديع ونادي محبوب للكل. نعم. بس الظروف شايف شلون عم تصير، وإن شاء الله هيك الأمور بتتحسن للأفضل بالأيام الجاية يا رب. إن شاء الله. كابتن الله. أكيد سمعت الكابتن محمد قرام، سمعت. وشو رأيك بكلامه، وشو رأيك حتى بردة فعل القائمين على نادي الحرية اليوم؟ أول شيء بنوجه له التحية، لأني هي رياضة، والرياضة ما بتساوي عداوة. نعم. ولكن في أمور يعني لازم تتوضح للناس. هلا أنا لفت بحديثه لفت انتباهي شغلتين. نعم. إنه هو الفريقين كانوا متعاونين معه. جيد، صحيح. ايه، طيب اذا الفريقين يا استاذ محمد قرام متعاونين معك، ليش ال10 انذارات؟ وليش الشحن هو كان متوتر كثير. انا بدي احكي كرياضي محايد، ما راح احكي. تفضل. نعم. إيه، نحن الحكم اللي تابع المباراه وشاف، نحن نادي الحريه خسرنا 8 خسارات متتاليه، نحمل حالنا ونرجع على بيوتنا، ما اعترضنا على اي حدا. 8 خسارات خلال هذا الدوري. مشاكلنا الداخلية عم نحلها، عم اللاعبين المحترفين عم نعرف منين نأمن لهم. يعني تعرف دوري الاحتراف والمادي، عندنا ظروف كانت كثير سيئة، الإدارة عم بتعاني بالحالة المادية. نعم. وفي عدم توفيق في التعاقدات. فنحن وصلنا لمرحلة إنه 8 خسارات. بتحدى حدا مننا طلع قال كلمة على الحكام أو على اتحاد كرة القدم أو على الاتحاد الرياضي. نعم. بس نحن وصلنا لمرحله غيرنا، بدينا نلعب بالشباب، وهي خطوه كانت كثير منيحه. وصلت المباراه يعني 3 نقاط يعني لتم نادي الحريه اللي هو كان باشد الحاجه الماسه له. نعم. فلما الحكم كان متوتر، يعني الانذارات مدد الوقت، صار ضغط نفسي على اللاعبين وعلى الجمهور. عم بقول انه الحكم بس كابتن هو طبق القانون، هو حسب كلامه للكابتن محمد طبق القانون. طبق القانون في بس سوى شحن عند اللاعبين والاداريين. يعني هلا انا بس بدي اقول لك انت كل الخبراء والحكام واللي تابعوا الهدف والفاول واللي اجى من الجول قالوا انه ضربه الجزاء ما هي مضبوطه، تسرع فيها. الفاول المباشر اللي اجى منه الجول، نحن ما لنا حكام. هذا راي الحكام اللي حللوا الحاله، واكثر من شخص يعني لهم خبره من الحكام ولجنه حكام قال هو ظلمنا بالوقت. ليش؟ نحن يعني انا بجي الحق بيرقد على اللاعب هذا المدافع عنا مصطفى فريد، الزلمه عم بيلعب بخشونه، لاعب مدافع بتوتر صار ما بقى يعني المباراه ما كانت. هلا شوف، يمكن الحكم ما قاصد او قاصد، انا هذا مالي يعني ما بحسن بقدره. نعم. انه كان الحكمه ما عنده حكمه في ايصال المباراه لبرا الامان. عم بقول انه الجمهور كان قريب والملعب قريب. هلا هو اكيد بيساعد على عمليه الضغط اكثر على موضوع الحكم، قرب الجمهور وقرب الكوادر عنه. هلا معلش يا استاذ احمد، نحن كنا لاعبين الدوري برا، وفي مباراه حسيت المباراه عم تلتعب بين اخر متزين الترتيب مع واحد في انديه الوسط يعني بالترتيب. نعم. هي المباراه الحساسه القويه حتى تصل لهالنتيجه. يعني انا هلا سؤال، ليش ما تم نقل المباراه بملعب الحمدانيه؟ ليش ما نحن فريقنا ما عم بيتدرب على ملاعب عم بيتدرب التدريب على ملعب الترتان. ملعب ترتان، ايوه. ومبارياته عم تصير على ملعب العشب. يعني اللاعبين عم بلاقوا في تفاوت يعني بالاداء. يعني انا عم بتمرن على الترتان ومبارياتي عم تصير ملعب العشب. نعم. فطلبنا كل سنه بتصير، لان ملاعب العشب تعرف بالشتاء بتصير مي وفي ضغط من الانديه الثانيه، فنحن بناء على رغبتنا على الترتان. لان تماريننا تدريباتنا كلها على الترتان. والله نادي الحريه استاذ احمد يعني انظلم بهالمباراه ظلم. وانا شوف لما قال رئيس النادي طوني شرقي انه نحن ما لنا ظهر، والله ما لنا ظهر. لاني باتحاد كره القدم ما عندنا حدا من حلب، دائما بحاربوا بعضهم وبيطلعوا برا اثنيناتهم اللي عم ترشحوا اتحاد كره القدم، وما بضل لنا صوت. انا بحترم اتحاد كره القدم، ولكن بهالمباراه نادي الحريه ظلم ولازم يرجع له. ظلمنا ب3 نقاط. يعني مباراه انا عم بقول لك الاستاذ محمد الكابتن محمد قرام. نعم. انه وقت المستقطع بدل المستقطع. يعني اي حكم بيعطي 9 دقائق وبيعطي 6 دقائق.
يعني هلا سؤال كابتن صافي، هلا شو بتقصدوا بموضوع انه نحن ما لنا ظهر؟ يعني لو كان عندكم يعني ظهر يعني نحن عضو اتحاد باتحاد كرة القدم، معقول ما بصير هالشيء هذا مثلا؟ يا اخي نحن نادي ما لنا ظهر، بحكيها بصراحه، وهالكلام بأيد في رئيس شو بدي اسوي لكم يعني عضو اتحاد؟ يعني ما عندنا نحن بتبعت طلب، نحن بعثنا طلب انه ننقل المباراه على التارتان، ما وافقوا اول مباراه اللي كانت القبله يعني. ايوه مع الفتوه يعني نحن طلباتنا يعني شوف في مثل عندنا بحلب بقول اذا مات الولد اذا ما بكي امه ما بترضعه. ايوه الولد صغير. نحن نادي الحريه اذا بنضل بنصرخ ليل نهار بالشام، ما يعني نادي بيعرفوه، نادي محبوب عائل. يا رجل كل العالم تعرف نادي الحريه وقديش له افضال على الكره السوريه من خلال له أفضال المنتخبات السوريه. ما له سند استاذ احمد، ما له سند. السند هو اللي بيدافع عنك. خلي كان هالحاله هي تكون مع احترامي لنادي حطين اللي بحبه ونادي تشرين ونادي جبلي كل الاندستري، خلي هالحاله تكون في ملعب بدير الزور، باللاذقيه، بالحسكه. والله ما بيقبل يعني ظلمنا كثير. يا كابتن صافي يعني هل من المعقول انه نحن ما بنشوف مثلا دوريات في العالم؟ عم تشوف دوريات اكيد باوروبا طبعا يعني اكيد. قديش بيجوا اهداف بالوقت الضايع لا والله والضايع كمان قديش بيجوا اهداف كثير، بس تجي اهداف صحيحه. انا يعني من يعني نحن وصلنا لمرحله بنادي الحريه. طب بدي اسالك، نحن لعبنا 8 مباريات ما خسرناهم، ما اعترضنا ولا ابدا. طيب ليه كل رئيس نادي الحريه اعتذر؟ ما شوف اعتذر هو رئيس نادي الساحل، ونحن نحن بلحظه غضب واعتذرنا. احمد لا مو لحظه غضب، الاعتذار من شيم الكرام. اكيد يعني اكيد والاعتذار ما اجى تحت ضغط، اجى من نابع اخلاقي. لا هو تحديدا قالوا انه لحظه غضب لانه الناس كانت عم تبكي. الناس عم تبكي. نعم عم تبكي ناس. انت ما نحن كنا في المباراه، تابعنا المباراه، والله العظيم نكون خسرانين 10-0 ما بنتاثر، بس نخسر. نحن وصلنا بدنا يعني هي نقطه تحول كانت في مسيره النادي. نادي الحريه اسم كبير، نادي الحريه بيلعب بالشباب، يجيب نتائج. مرت ظروف اللي اثر على اللعبه انه هالمباراه هي مفصليه كانت، يعني نحن ما طمعنا فيها. طيب وصلت اللقمه للتم. طيب هلا اخذتوا خبر انه مثلا شو انوعد برئيس نادي الحريه او حتى بنادي الحريه، مو رئيس كمان، حتى نادي الحريه، شو انوعد من خلال الاجتماع اللي صار مع الاستاذ فراس؟ ما في اي وعود. وهذا يعني اللقاء اللي صار في دمشق مع احترامي للجميع كان لزر الرماد في العيون، انه نحن تابعنا. هي تلطيف اجواء فقط. نحن بدنا شيء استاذ احمد، نحن بنحكي الحقيقه. نحن بدنا واقع. نحن ما لنا ضد معاقبه الحكم، نحن ما لنا شيء عند الحكم. الحكم يخطئ وهو بشر ونحن مثله. وانا متاكد وبقولها للعلن، الاستاذ محمد كرام الكابتن ما هو مقصود، ولكن ممكن ردات الفعل، ممكن الحكم بشر. نحن ما عم نقول انا مقصود وبستبعد انه يكون هو قصدا عم بخسر نادي الحريه. لا اكيد انا بستبعد هالشيء، ولكن اخطاء بشريه وصلتنا انه هيك. نحن بدنا حقنا. نحن نادي الحريه اذا هالمباراه ما اخذنا حقنا، صار عندنا صدمه، والصدمه سلبيه ما ايجابيه. طيب يعني بدكم حقكم كيف يعني؟ بدنا حقنا. كيف في اتحاد كره قدم معلش يشوفوا المباراه، واكيد شافوها. انا ما بكفيني استدعي رؤساء الانديه لأقول لهم ما بصير تستقيلوا وما بصير تبطلوا. نحن بدنا حلول. يا كابتن هلا بالسنه الماضيه او السنه اللي قبلها كانت الشين عم ينافس على بطوله الدوري واخذ بطوله الدوري. كان في لعبه مفصليه مع نادي الجيش في دمشق. اللي شافوا المباراه حتى الان بيحكوا فيها انه كان في 5 ضربات جزاء لنادي الشرين، رغم ذلك ما كان في لا اعتراض ولا شيء. ما كان في اعتراض ابدا. يعني انت لاعب كبير كابتن صافي، ولعبت بنادي الحريه ولعبت بالدوري السوري ولعبت برا تشرين ولعبت برا سوريا وانت بتعرف. ولكن انا ما مر علي مثل هالحالات اللي شفتها في لعبه الحريه. طيب ما في امكانيات، يعني ما في امكانيات ايضا للحكم، يعني لا سماعات ولا شيء. وين امكانيات هلا الحكم؟ شوف لو كانت الحاله ما واضحه للجميع، يعني ضربه الجزاء انصدت هي مرت. الفول اللي غير مقصود اعتبروا انه ضربه حره مباشره غير مباشره. يعني اللاعب بعيد نص متر، واللاعب استغرب، لاعب حطين استغرب ليش صفر الحكم.
يعني هلا نحن الاخطاء راحت، وان شاء الله ان شاء الله يعني نحن ما نعرف انه قد ما حكينا المباراه مشت وراحت، والنقاط راحت من نادي الحريه، ونادي الحريه بده يبقى مظلوم، لاني نادي قلت لك نحن كاداره حكى يعني طوني حكى وحتى حكى، ونحن وصلنا لمرحله انه صرنا انه نقول بلا يحكي كان ما يتاثر هو كشخص وكيتعاقب او كذا، بس نادي الحريه فيها المباراه انظلم. طيب سؤال اخير بنصف دقيقه كابتن صافي لو سمحت، كيف بتشوف مستوى الدوري السوري بالسنوات الاخيره؟ مستوى الدوري السوري بالسنوات الاخيره لهالسنه، خلينا نشوف هالموسم هذا شو رايك؟ الموسم هذا مستوى انا بعتبره